السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال من أحد المتابعين. كان بيسأل عن الشغل والعزاءة في حالة ميول، يعني مش مستوية في الأرض وهي شغالة. هنوضح لكم الشغل والعزاءة في حالة ميول، إذا كان خطر على مضخة الزيت أو ترمبة الزيت، أو تقطع الزيت من خلال الترمبة ولا لأ. طبعا العزاءة في حالة ميول بسيط يا جماعة، رفع من الناحية دي ماشي، ومايلة من الناحية دي شوية. بالنسبة في بعض من الناس بتشتغل والعزاءة مايلة لقدام، أو بتيجي تنفض مثلا الحشيش، بتخلي العزاءة في حالة دوران، الموتور في حالة تشغيل، وبتنفض المنطقة اللي ورا دي. طبعا ده خطر لسبب يا جماعة. أولا دي ماسورة سحب الزيت، الوش الخلفي للموتور اللي هو ده. طبعا في حالة ان الموتور يميل كده، ممكن يؤدي الى انقطاع مضخة الزيت من خلال ماسورة السحب، لان الموتور بيبقى في حالة ميلان للامام، يعني الزيت بيبقى مستوي كده، والوش بيبقى كده بزاوية 45 درجة. طبعا لو في حالة الميول، إذا كان يمين أو شمال ماشي، يعني كده زاوية القايمة اللي هي 90 درجة. طبعا زاوية 45 درجة بتبقى كده كده كده. هو مش ما يضرش ولا حاجة، بس يعني يستحسن ان الميول ما يزيدش عن الزاوية ديت، او المفروض يقل عن الزاوية دي، يعني ما تجيش تشتغل والعزاء في حالة كده، في حالة الميول ده. طبعا نسبة الزيت هتبقى يا دوبك كده. في بعض من الناس بتشتغل في الموز، وفي خطوط الموز بتبقى في خطوط ضيقة، فبتشتغل بايه، بدرجة ميول عالية، فده خطر على السبيكة وقطع ترمبة الزيت او مضخة الزيت او التزييت. في الحالة دي شغلها مظبوط، مفيش اي مشكلة. اما في حالة الميول للخلف زي كده، يعني كده، يعني لو اشتغلت كده اهوت ماشي، ما يضرش العزاء او الموتور. كده نكون خلصنا فيديو النهارده، وقلنا نعمل لكم فيديو على السريع لان انطلب مني الفيديو ده، وقلنا نرفعه. شكرا، ويا ريت دعم باللايك والشير، واللي محتاج حاجه يكتب لنا في التعليقات. محتاجين يا جماعه لايك كتير، شاير كتير على جميع منصات التواصل الاجتماعي. اكتب آرائك، محتاج ايه، واقف معاك اي عطل اكتبه، واحنا هنرد عليك ان شاء الله. وبنشكر اخواتنا من الدول العربية على دعمهم الدايم، وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.